السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا البنات في وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم غندي ندير معكم واحد الكاطو كيجيب الخيزو لي كاروت. كاين اللي كيقولوا زروديه، خوتنا الجزائريين كيقولوا ليه الزروديه. باش كلشي يفهمني شنو كنقول. كيجي رائع رائع البنات، وكيجي خفيف وكيجي غزال هذا الكاطو هذا. هذا الكاطو هذا لا غوسيت ديال بنت خويا صابرينا اللي عطاتني هاد لا غوسيت، وجربتها ديجا اون فوا وعجبتني بزاف، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. كنشكرك من هاد المنبر صابرينا. هادشي اللي كاين. غادي نعطيكم البنات لا غوسيت سي سا الوصفه. غادي نبدا معكم البنات. هنا خديت جوج خيزوات، جوج زروديات اي دو كاروت محكوكين. حكيتهم البنات انا. المهم هبطتو في الروبو، اللي ما عندوش الروبو ماشي مشكل يحكهم. عندي معلقه ديال الخل كبيره. عندي هنا 16 غرام ديال الخماره ديال الحلوه. عندي هنا كاس ديال الزيت ديال العنبه. وعندي هنا كاس لاروب ديال السكر سنيده، على حسب ديروا 100 غرام حتى ل 110 غرام ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو. هنا البنات عندي 4 البيضات لان البيض عندي صغير، شريته لقيته صغير. الا عندكم كبار ديروا 3 البيضات. وهنا عندي كاس ديال الفرينه. وغادي نشوفوا على حسب البنات، على حسب البيض اللي عندي واش غنديروا كله ولا غادي نزيد. دو توت فاصون غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. وهنا عندي فاني، وهنا عندي الكاكاو المر. هادشي اللي كاين البنات. وما حطيتش الملحه، نسيتها، مي غادي ندير قريصه ديال الملحه. ونبداو على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ البنات. صابرينا كتخدموا في الكاس ديال العصير. انا فاش عطاتني لا غوسيت لا بروميير فوا كنت خدمته في البيتران ديالي في الربو العجانه ديال الخبز، وجاني زوين. ولكن اليوم بغيت ندير لا غوسيت الاصيليه اللي كديرها صابرينا. هذاك الشيء علاش خديت الكاس ديال العصير. غادي ندير فيها البنات قريصه ديال الملحه. بسم الله. وغادي ندير فيه البيض، وغادي ندير فيه السكر البنات. وغادي نخليهم يتخدموا واحد شويه بما تخلط ليا البيض مع السكر يذوب ليا واحد شويه، ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما تخلط ليا واحد شويه البيض مع السكر، غادي نزيد عليه شويه ديال الفاني. نتوما ديروا ساشي فاني. انا عندي هاد الحكيك اللي كناخذ منه معلقه صغيره. غادي نزيد عليه لي كاروت. صافي، وغادي ديروا كل شيء يتخلط. ودابا غادي ندير الزيت البنات. بسم الله. تا هو غادي نخليه يتخلط واحد شويه. صافي دابا البنات غادي نزيد عليه لو كاكاو المر. عينكم ميزانكم البنات، معلقه، 2 معالق، 3 معالق على حسب اللون اللي نتوما اللي بغيتو الكاطو يجيكم. انا غادي نكتفى بواحد 2 معالق اللي يكونوا عامرين مزيان. صافي، وحتى هو غادي نخليه يتخلط. صافي البنات، من بعد ما تخلط ليا هذا الخليط كله غادي نحيدو. غادي نجيب ان بول وغادي ندير فيه هذا الخليط باش ندير لا فارين. شوفوا انتم البنات كي كيجي الخليط. صافي البنات، ودابا غادي نزيد عليه لا فارين ديالي. ما غاديش نديرها كلها في دقه واحده، غندير غير شويه بشويه. وغادي نخلط حتى نشوف واش خاصني نزيد ولا ما نزيدش. كما قلت لكم هذاك الكاس ديروه غير بشويه، حيت الخليط ديالها ما كيجيش ثقيل بزاف. هاد الكيكه هذه ولا الكاطو تاع لي كاروت، حيت فيه لي كاروت ديجا كنطحنو كيتقل لينا شويه الخليط. غادي نزيد واحد شويه، وغادي نزيد هذيك الخماره. ودابا البنات من بعد ما ساليت الخليط ديال الطحين هز ليا الكاس كامل البنات. دابا ندير لكم كما قلت لكم العبار في صندوق الوصف. غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الخل.
صافي. وها الكاطو ديالنا كيوجد، كيجي ساهل وكيوجد لينا بسرعه بسرعه. وانا البنات خديت ان بلاطو اللي غيدخل ليا الفران، دهنته بالزبده ودرت عليه الطحين باش ما يلصقش ليا. صافي وغادي نخوي هذا الخليط هذا في البلاطو ديالي. وراه انا مسخنه الفران البنات 180 حتى 200 درجه الحراره، راه ما كيتعطلش في الطياب البنات، حيت خفيف كيجي خفيف يعني كيطيب داغي. فوالا. البنات من بعد ما طاب ليا الكاطو كيطيب داغي، راه ما تخداش ليا بزاف ديال الوقت البنات، خدا ليا ما بين 18 حتى 20 دقيقه. هنا خديت البنات كاس درت فيه القهوه ديال قهوه سريع الذوبان، كاس تاع الماء ما عامرش البنات، وغادي نسقي هذا الكاطو هذا وهو سخون. خاص الماء يكون بارد البنات، يعني تاع لابوتاي ولا ديال الروبيني، ما يكونش سخون، لان الكاطو ديجا راه سخون. يلا انا خرجته من الفران صافي، وغادي نخوي عليه نسقي، ما نخويش الكاس كله، نشوفوا عيننا ميزاننا. كنا محتاجين نديروا الكاس كله غادي نديروه، سينو غادي نديروا غير اللي القياس وصافي. فاش نشوفوها فزقت نحبسوا. صافي البنات، انا غادي نكتفى بهاد القدر ديال القهوه اللي درت. صافي انا كنشوفها بانها راها فزقت، بقى ليا واحد شويه البنات، ما غاديش نزيدو، كنفضل تبقى ليا بحال هكا، وغادي نخليها تشرب وغادي نرجع معكم ان شاء الله. البنات رجعت معكم من بعد ما الكيكه ديالي بردات تماما. خديت ياغورت ديال الشوكولا البنات، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم، تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا شوكولا دايبه، نتوما بالذوق ديالكم. انا غادي ندير فيها هاد الياغورت ديال الشوكولا، لان صابرينا دارت فيه الياغورت دو شوكولا. دونك كما قلت لكم بغيت ندير الوصفه كما دارتها صابرينا. هادشي اللي كاين البنات، وكندوزو عليه من الجوانب كلها مزيان. المهم انا حليت غير واحد، تنشوف الا خاصني نزيد نحل الثاني. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي درت معكم. كتجي رائعه رائعه، كتجي خفيفه وهشيشه بزاف. صدقوني البنات الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. انا جربتها والصراحه عجبتني وخفيفه بزاف، بنينه. هانتوما البنات شوفوا معايا هاد الهشه هادي، كتجي غزاله البنات، كتجي فيها داك النكهه ديال القهوه، كتجي فيها لي كاروت زروديه. خيزو ما كيجيش فريمون، كتحسوش به، كيعطي واحد الهشاشه الكيكه ديالنا رائعه البنات. هادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم اللي عطاتنا صابرينا تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم البنات ما تبخلوش عليا باللايكات بالبارطاج، شي كومونتير زوين، لانني كنقرا كاع الكومونتيرات اللي كتكتبوا ليا، وكنشكركم من هذا المنبر هذا، كنشكركم بزاف، وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.